السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير. كي غاديين مع رمضان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا غاديين مزيان يا ربي. غبرت عليكم بزاف، ما بقيتش صراحه كنحط معكم مؤخرا الفيديو. الحق الصراحه مع الخدمه والتصوير والمونتاج كيجيني شويه صعيب، ما تنقدرش نوفق بيناتهم كاملين. هادشي علاش كنتعطل عليكم بزاف، ولكن اليوم رجعت لكم بواحد الوصفه اللي هي سهله بزاف بزاف، راقيه في المنظر ديالها، بنينه بزاف. كتوجد دغيا وتقدروا انكم ديروها حتى لاخر لحظه، ما كتشدش لكم بزاف ديال الوقت. ما غاديش ندور عليكم وغادي ندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير، ولكن اللي بغيت نقول لي اول مره كيشوف لا فيديو ديالي، معكم جيهان من قناه ديليسيو اي فاسيل، سهل وسريع. ما تنساوش الى عجبكم فيديو تشاركوا معنا في القناه بالضغط على زر ديال الاشتراك سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. هنا خديت واحد الكاسرونه اللي درت فيها واحد الياغورت مسوس، كاس، ودرت معاه هنايا العصيات ديال السوريمي. هما هادو انا وريتهم لكم كيكونوا كيتباعوا في المتاجر الكبرى. تقدروا انكم تلقاهم في مرجان ماركت، مرجان كارفور. هذيك الخنيشه فيها 4 ديال العصيات ديال السوريمي، انا خديت منهم 3 اللي قطعتهم دويورات، وزدت معاهم واحد 2 معالق كبار عامرين ديال الزيتون اللي قطعتهم مربعات صغيره، وحكيت شويه د الكوزه، ودرت انا واحد المعلقه صغيره عامره ديال بودره الثومه، وديال البزار اللي تكون ممسوحه ما عامراش بزاف، وواحد شويه ديال الملحه. ما تكثروش الملحه حيت دايرين ديجا الفرماج. وهنا درت واحد المعلقه صغيره عامره ديال نشا الذره، ودرت معاهم معلقه، نص معلقه عامره ديال خميره الحلويات. هنا خديت واحد 4 كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا. بالنسبه اللي عنده الكريمه السائله ديال الطياب يدير كاس لاروب ويحيد الدانون مسوس ومعه داك الربع ديال الكاس ديال الحليب. هنا غنضيف واحد 2 بيضات، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو بالفورشيط يتجانس ليا. صافي، من بعد هنا غادي نزيد 50 غرام ديال الفرماج اللي حكيته في حكاكه الغليظه باش هكا يبقى ليا باين. تقدروا ديروه هو الاخر، انا صراحه كيعجبني نخلطو مع الحشوه، كيجي رائع بزاف بزاف. اللي ما عندوش فرماج حمر يقدر يدير اي فرماج متوفر عنده، حتى من الفرماج مثلثات تقدروا انكم ديروه. صافي، هنايا عندي لي فون دو كيش هاد الصغيورين ديال لي بلاطو، كيجيو صراحه المنيضر ديالهم غزال وكيجيو راقيين. هكا الا كانت عندكم شي عراضه ولا شي حاجه، وحتى بالنسبه للناس كيخدموا لي كوموند من الدار، هاد القياس كيجي رائع. انا غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف ديال لاباط ديال الكيش، راه فايته خادمه معاكم هاد النوع هذا. لاباط كتجي ساهله وناجحه 100%، وعطيتكم كاع الاسرار باش تجيح لكم لاباط ديال الكيش. هنا صافي بديت كنعمر في هاد لي فون دو كيش ديالي بهذيك العماره اللي درت. هنايا هاد العماره اللي صيبت معكم دارت ليا بالضبط 22 كيشه في هاد القياس هذا ديال 5 سنتيم. كنتمنى من الناس اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو ديالي متنساوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على الزر ديال الاشتراك اللي غيبان لكم في اعلى الشاشه الان. هنا في هاد الاثناء انا راه دايره الفران يسخن على درجه حراره 180 للفوق ولتحت، باش ما كنجي فين نعمرهم كاملين حتى كنخشيهم في الفران. هانتوما شفتوا فاش كيعمروا ليا. صافي، هنا غادي ندخلهم للفران. هنا كيشدوا لكم من واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب الفران ديالكم. صافي، هنا مورا ما خرجتهم شوفوا كي كيجيو محمرين منفخين، كيجيو رائعين بزاف بزاف. عرفتي كنت انا درتهم في واحد العراضه عندي، وكان اللي ذاقهم حماق عليهم وبدا كيسولني على لا غوسيت ديالهم. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الا بغيتو بزاف من بحال هاد الفيديو هادو اللي كيكونوا صراحه قصارين ساهلين دغيا، حويجات دغيا كيتصيبوا وكيجيو زوينين ولذاذ، خليهم ليا في لي كومونتير. غندير معكم ان شاء الله بزاف ديال هاد الوصفات هادو. وكيف ما قلت لكم غنخلي لكم لاباط ديال الطريقه ديال الكيش في الرابط ديالها في صندوق الوصف. ودابا غادي نخليكم ان شاء الله الفيديو جديد، وصفه جديده. بسلام عليكم، ما تنساونيش بزاف من لي جيم
ولي كومونتير. الصراحه هذوك لي جيم ديالكم ولي كومونتير هما اللي كيعاونوا لي فيديو باش كيطلع وكيشوفوه ناس اخرين والقناه كتكبر، وتانا كنتشجع انني نزيد نحط معكم وصفات اخرين. السلام عليكم.